ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. مسلمه جايه تقول لكم في الله بحبكم. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مسلم عملت الجمال ده ازاي. طبعا تعالى اقول لكم حركات وتركات رز بلبن يخليكي اكنك شارياه من بره، واكنك حاطه كميه كبيره جدا من اللبن وانتي حاطه كميه قليله جدا، بس بيديكي طعم خرافه. طبعا كل ده حركات وتركات جميله جدا في الرز، وما يبقاش ماسك، ما يبقاش تقيل كده ومكتوم. لا، رز كريمي جدا جدا وجميل جدا بكل حركاته وتركاته. بس اهم حاجه اللايك والشير ودعوه جميله بالخير. وما تنسوش ام اسلام في دعوه جميله منكم كده حبايب قلبي. بص الرز حاجه كده سكر سكر سكر، زي رز المحلات بالظبط. طبعا بكميه بسيطه جدا من الرز وبكميه من اللبن، وتحسي طعمه ان هو ان انت عاملاه لبن خالص. حاجه كده جميله. بس اهم حاجه هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب اللي يحط اللايك لام اسلام يحط ايده على الكعبه السنه دي باذن الله. ده كيلو لبن جاموسي اعزكم الله، ونص كيلو لبن بخيره، وده نشا. طبعا احنا مش هنستعمل النشا ده كله. واتنين باكت فانيليا ومج رز. ممكن انت تقللي الكميه بس، وممكن تضاعفي الكميه. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. معلش هنا الاضاءه مش حلوه عشان النور كان قاطع وكنت بصور على الكشاف. خلاص كنت ابتديت اعمل يعني. هنا السكر على حسب الرغبه وحسب الطلب. هنا ما شاء الله بغسل الرز. طبعا الرز بلبن ليه اكتر من طريقه. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ناس تقول لك بنسويه في لبن وننقعه في لبن، انا ما بعرفش الا الطريقه اللي اتعودنا عليها. طبعا غسلت الرز غسله حلوه، وحطيت له 3 4 كوبايات ميه كده غلي بيهم استوى. طبعا لو انا ما سويتوش كده وسويته في لبن هياخد مني كميه لبن جامده جدا، فانا حبيت اسويه بميه وسكر. رزايه كده بقت ما شاء الله معسله كده وطعمها جميل جدا. مش هسويه في ميه بس، ميه وسكر. وهنا بقى طبعا بعد الرز ما استوى احط كمالة السكر بقى المظبوطه، اللي هو الطعم بتاعه الحقيقه، لا يعني السكر بتاعه الاساسي. وحطيت اللبن. طبعا ما حطيتش لبن بخيره لسه، افضل اقلب كده. بص ما شاء الله اللهم بارك. ولا مكلكع ولا الرز لازق، لان الرز لو لزق في قعر الحله هيعمل طبق بني كده، وهتطلع لك في الرز تغمق لك الرزايه. كده خلاص الرز استوى خالص، يعني اتاكدت ان هو استوى 100%. ماشي كده. هنزل باللبن كيس اللبن بخيره. طبعا انت عايزه تزودي لبن براحتك، عايزه تعملي اي حاجه براحتك جدا. تكلفه الرز بلبن دي يا جماعه بتبقى على حسب الرغبه وحسب المقدره. انت عايزه تحطي 2 كيلو براحتك، هياخد منك 3 كيلو براحتك. لكن انا طبعا عامله حاجه حلوه واقتصاديه وعلى قد الايد، وطعم في منتهى الجمال. يلا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويفعل الجرس على كلمه الكل يا قلبي. هنا معلقه رز بلبن، معلقه قشطه تفوق الرز بلبن بتوديه في حته تانية. طبعا القشطه دي وش اللبن. صليتوا بينا على النبي. هنا ما شاء الله اللهم بارك، افضل قلبت كده ما خلوش يلزق خالص. وزي ما انتم شايفين طبعا هحضر بقى ايه النشا معايا. هو كده استوى زي ما انا عايزه اوريكم واقرب الكاميرا اهو. طبعا انا اتاكدت ان هو استوى، يعني خلاص يعني ده خلاص 100%. هنا مجه الا ربع لبن، وممكن تحطيه ميه براحتك خالص. واحط فيه معلقتين نشا، معلقتين هرمين زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لو انت عامله نص الكميه بتنقصي النشا، عامله ضعف الكميه بتزودي النشا. ليه المقدار المعلقتين النشا دول ما بيخلوش تقيل ولا حاجه، بيخليه حلو متماسك. واحنا مش عايزين نزود النشا ليه يا حبايب قلبي؟ عشان الرز بينزل نشا. دي معلومه من ضمن المعلومات انتوا اكيد عارفينها. فالنشا اللي احنا بنحطها ديت مع النشا بتاعت الرز ممكن يكتم منك، يتكتم الرز يبقى تقيل كده يعني تاكلي طبق تتلكمي. صليتوا على النبي يا رب المعلومات تكون وصلت لكم. هنا طبعا ما نحطش النشا الا لما نتاكد الرز استوى 100%. عشان مجرد ما بتنزلي بالنشا المفروض هيغلي غلوتين وتقفلي، غلوتين وتقفلي. فطبعا الرز لو ما استواش هيبقى ناشف كده، وكمان لما بيتصب في الاطباق وبيتعمل في التلاجة بينشف اكتر، فتحسي ان الرزايه نيه. شفت حبايب قلبي ما شاء الله. وتقولي يعني شارب لبن مستوي في لبن خالص. اللهم بارك صحه وانا على حبايبي وعليا انا. يلا يا حبايب قلب ام اسلام، الله يسعد قلوبكم ويرضيكم من حيث لا تحتسبوا. ننزل بالنشا كده حبه حبه ونقلب حبه ونقلب. ما شاء الله عشان ما يكلكعش مننا. طبعا الفانيليا ما تحطهاش وهو على النار، يعني اطفي وحطي الفانيليا على طول وقلبي تقلبتين وخلاص. بص يا حبايب قلبي جميل جدا. اهو النشا قصدي الفانيليا، عماله اقول النشا كده. بص يا حبايب قلبي انزل بباكت الفانيليا. طبعا انا قفلت، انا طفيت النار. هفضل اقلب كده وخلاص.
وهنصبه بقى في الاطباق. ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. والله يا ريتكم واقفين جنب تشموا الريحه بقى وتشوفوا الجمال والحلاوه اللي مسلم عملتها. يا دوبك ثانيه الا ثانيه كده ونعبيه بقى في الاطباق. عندك طواجن، عندك بولات، عندك اي حاجه براحتك خالص. بس الرز انا حبيت اوريهولكم والله يعجبكم جدا. واللي هيجربه بطريقتي باذن الله باذن الله هتعجبه، ويحط لايك وشير وحاجات كتير كده ومشاركات. واللي بيحب ام اسلام بيشارك الفيديو عشان الفيديو يوصل لناس كتير. وربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم بالخير يا حبايب قلبي. ايه رايكم؟ بس ما شاء الله مش تقيل ولا حاجه زي الفل. يلا صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا انت الطواجن ديت ممكن تدخليها الفرن تحت الشوايه، يبقى زي الرز بلبن اللي هو الفرن اللي بيتباع جاهز. بس طبعا احنا ما بنحبش الا اللي اتعودنا وطلعنا عليه. هي كده رز ولبن وسكر ونشا وفانيليا، وصلينا على الحبيب المصطفى ونسويه نعبي في اطباق. ما شاء الله والله عمل كميه جامده جدا. احنا بنجيب العلبه ب 12 جنيه من بره. شوفوا، ما انا اعمل 15 وبكميه بسيطه جدا من الرز ولبن ما كلفنيش. بس بصراحه كان جميل جدا. اهم حاجه نتاكد ان الرز استوى يا حبايب قلبي. زي ما اتفقنا السكر على حسب الرغبه، ما نزودش عشان كل حاجه زادت بتبوظ طعم الحاجه. يعني لو السكر قليل وانت صبتيه في الاطباق مش هتعرفي تاكليه. ويمكن كمان ليه علاج، يعني لو هو ايه سكر خفيف ممكن تعملي له كاستر، تعملي اي حاجه وتحطيه عليه. لكن لو السكر بقى زياده عسل نحل تعملي ايه؟ مش هتعرفي تاكليه طبيعي. لان السكر لما بيزيد الواحد ما بيعرفش برضه يستطعم من الحاجه. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ الله يسعد قلوبكم ويرضيكم يا رب. يا رب الرز بلبن يكون عجبكم، وتقومي دلوقتي يا قلب اختك تجربيه وتكتبي لي في التعليقات ايه رايك فيه. وشرفني تقولي لي بتتابعوني منين عشان دي حاجه بتفرح قلبي قوي. الله يرضى عليكم حبايب قلبي يا رب، ويجعل في بيتكم الخير كله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا باذن الله، لا فقدين ولا مفقودين. ويجعل ايامكم سعيده. ادي الرز ولا بلاش يا ولاد، كريمي عسل خفيف كده وما شاء الله، ولا ماسك ولا تقيل. في رز بلبن كده تلاقيه عامل زي الجبس يا باي. ما تعرفيش تاكلي، لو كلتي المعلقه تحسي ان انت اتلكمتي. بس ده بيتكلم عن نفسه. مش يعني بصوا اتمنى تجربوه عشان تقولي رايكم بامانه. حاجه كده عسل فاخر من الاخر. تسلم ايديا وحياة عينيا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب. بص 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 بص. والله كل شويه امسك الطبق عايزه اوريه لكم، كل شويه امسك الطبق عايزه اوريه لكم. بقول لكم اتنسف، ما قعدش، ما باتش لتاني يوم في التلاجة. ما شاء الله. احنا اصلا لما يكون عندنا حاجه في التلاجة ما بنقفلهاش، شغاله على طول. يلا باي.